لو انتوا زهقتوا من المسلسلات التقليديه اللي كلها نفس القصه، الفيديو ده هقول لكم عن 4 مسلسلات دراميه مش تقليديه. في اخر الفيديو هقول لكم تتفرجوا على المسلسلات دي فين. اول مسلسل والمفضل بالنسبه لي هو مسلسل الكذبه. معرفش ليه مش ناس كتير اتكلمت عن المسلسل ده رغم انه من اقوى المسلسلات الدراميه اللي اتعرضت مؤخرا. المسلسل باختصار بيتكلم عن ست اسمها مليكه بيتهموها ظلم بقتل جوزها، لكن قبل ما بتتسجن بتحط بنتها الصغيره امانه عند اختها، وبعد ما بتخرج مليكه من السجن بتكتشف حاجه عمرها ما كانت تتوقع ان هي ممكن تحصل. وده من اكتر المسلسلات اللي انا رشحها لكم. تاني مسلسل وهو مسلسل بهار، قصه بتدور عن ربة منزل بتقرر ترجع لشغلها كدكتوره مره تانية بعد ما جوزها خذلها وقت ما تعرضت لازمه صحيه كانت ممكن تقضي على حياتها. عايزين بجد مسلسل فكرته مختلفه وعمركم ما شفتوا القصه دي في اي مسلسل تاني، وهو مسلسل متاهه الحب. المسلسل ده عباره عن صراعات نفسيه كتير قوي بيعيشها الابطال. وسط الصراعات النفسيه دي بنشوف قصص واحداث انا متاكده هتكونوا اول مره بتشوفوها. اخر مسلسل وهو مسلسل اسرار اللؤلؤ، قصه باختصار بتدور عن مدرس اداب بيتهموه برضه بقتل زوجته ظلم. بيفضل مده كبيره قوي في السجن، ولكن بعد ما بيخرج بيقرر ان هو يدور على اولاده اللي ما شافهمش بقاله سنين. المسلسلات دي ومسلسلات تركيه تانية كتير قوي موجوده بكل حلقاتها كامله ترجمه ومدبلجه للعربي على ابلكيشن فيو. بكلمكم كتير قوي على الابلكيشن ده عشان هو بقى من اكتر الحاجات اللي بتسهل لي الفرجه على اي مسلسل تركي انا بحبه. عن حاجه ان انا بقدر اتفرج على اي مسلسل من غير اعلانات، ده بقى بيبقى مقابل اشتراك رمزي بسيط جدا. حملوا الابلكيشن وهستنى تقولوا لي ايه اكتر مسلسل فيهم عجبكم.